أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة سهلة وسريعة، غرزة سهلة جدا والنتيجة بتاعتها روعة. هي قطعة كروشيه واحدة وهتقفليها هتطلع معاكي أحلى شنطة، وكمان الحجم بتاعها حلو قوي. إذا أول مرة تشوفيني، معاكي منى بدر ودي قناة برنسس ميد كروشيه. ما تنسيش الاشتراك. يلا بينا على طول نبتدي. استخدمت 450 جرام من خيط الكوردون، سمك الخيط 3 مللي. تقدري تستخدمي خيط المكرمية المصري أو خيط السلسلة، واستخدمت معاه إبرة رقم 5.5 مللي. اول حاجة هسيب شوية خيط كده في الاول عشان اقفل القطعة بتاعتي بيهم في الاخر، وهعمل عقدة بداية، وبعدين هشتغل 62 سلسلة. اتنين وستين سلسلة عملوا معايا 52 سنتي. ده وش السلاسل، انا مش بشتغل فيه. هقلب السلسلة بتاعتي على الظهر بتاعها، هلاقي عندي حلقات هي دي. هسيب اول حلقة مش هشتغل فيها، هدخل في الحلقة التانية وهعمل غرزة حشو، وهفضل شغالة على حلقات ظهر السلسلة. هشتغل بالظبط 61 غرزة حشو. خلاص 61 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهبتدي اشتغل في الغرزة بتاعة الشنطة. شغلي بعد كده لحد ما اخلص جسم الشنطة هيكون في الحلقات الخلفية. هبدأ السطر ب8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية. 1 2 3 4 5 6 7 8. والغرزة رقم 8 دي هحط فيها علامة. هروح لآخر السطر وهعد 8 غرز. 1 2 3 4 5 6 7. والغرزة رقم 8 هحط فيها علامة. بعد كده هشتغل 5 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5. وبعد كده هشتغل 5 غرزة منزلقة، وطبعا شغلي كله في الحلقات الخلفية. 1 2 3 4 5. شكلها هيبدأ ياخد شكل الموجة، وبعدين ارجع اكرر تاني 5 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية. وبعدين 5 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية. بس هو ده النمط اللي انا هفضل اكرره لحد ما اوصل للعلامة. خمسة غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية. وبعدين 5 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية.
طيب إذا عايزة تكبري حجم الشنطة أو تصغريها، هتثبتي 8 غرزة منزلقة في الأول و8 غرزة منزلقة في الآخر، وفي النص هتزودي 10 غرز أو تنقصي 10 غرز. يعني أنا مثلا شغالة على 45 غرزة، عايزة تكبري هتزودي هيبقى 55 غرزة. طيب عايزة تقللي الحجم بتاع الشنطة هيبقوا في النص 35 غرزة مع تثبيت 8 غرزة منزلقة في الأول وفي الآخر. طبعا شغلي كله في الحلقات الخلفية. بعد ما بنخلص 5 غرزة عمود بلفة بنعمل 5 غرزة منزلقة. هلاقي متبقي عندي 5 غرز لحد العلامة، هعمل فيهم 5 غرزات عمود بلفة. وده كده بيكون شكل الغرزة بتاعتي. ولما بوصل للعلامة بفكها وبعمل 8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية. دي كده 1 وهحط فيها علامة. هرتفع سلسلة وألف الشغل. هبدأ السطر ب8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية. ولما بوصل للغرزة رقم 8 بفك العلامة وبشتغل الغرزة بتاعتي وبعدين أرجع أحط العلامة تاني. وزي ما عملت في السطر الأول في الغرزة هعمل في السطر ده بالظبط. يعني هعمل ايه، هكرر فوق ال5 غرزة عمود بلفة في السطر الأول هشتغل برضو 5 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية. وفوق ال5 غرزة منزلقة في السطر الأول هشتغل برضو 5 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية. بس وأكرر غرز العمود بلفة هعمل فوقيها غرز عمود بلفة، وغرز المنزلقة هعمل فوقيها غرز منزلقة. ولما بوصل لغرز المنزلقة بعمل فوقيها 5 غرزة منزلقة، وهفضل بقى مكملة السطر كله بالطريقة دي. 5 غرزة عمود بلفة، 5 غرزة منزلقة، 5 غرزة عمود بلفة، 5 غرزة منزلقة، وهكذا لحد ما اوصل للعلامة. ولما بوصل للعلامة بفكها وبعمل 8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية، ومنساش اعلم اول غرزة لما اعملها. خلصت السطر هرتفع سلسلة والف الشغل اول 8 غرز ثابتين معانا 8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية.
السطر ده هيحصل فيه تبديل في الغرز، يعني 5 غرزة عمود بلفة، فوقيها هعمل 5 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية، ولما بوصل لغرز المنزلقة بعمل فيها 5 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية، وهكذا أكرر. وهو ده النمط بتاعي، أنا بشتغل سطرين الغرز فيها زي ما أنا وريتك كده، 5 غرزة عمود بلفة، 5 غرزة منزلقة بالتبادل، والسطرين اللي بعدهم ببدل الغرز، يعني بدل غرز العمود بلفة هيبقى غرز منزلقة، وبدل غرز المنزلقة غرز عمود بلفة، وهكذا. لما بنوصل لغرز العمود بلفة بعمل فوقيها 5 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية، ولما بوصل لغرز المنزلقة بعمل فيها 5 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية، وهكذا لحد ما أوصل للعلامة. هنبدل مكان غرز المنزلقة 5 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية، واللي بعديها غرزة منزلقة، واللي بعديها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها منزلقة، لحد ما أوصل للعلامة. ولما بوصل للعلامة بفكها وهشتغل 8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية، خلصت السطر هرتفع سلسلة وهلف الشغل 8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية ثابتين معانا أول كل سطر وآخر كل سطر. وهكرر نفس اللي أنا عملته في السطر اللي قبل منه، 5 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية، وبعدين 5 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية، بس، وهفضل شغالة بالتكرار ده لحد ما اوصل للعلامة. فوق 5 غرزة منزلقة، 5 غرزة منزلقة، وفوق 5 غرزة عمود بلفة، 5 غرزة عمود بلفة، لحد ما اوصل للعلامة. ولما بوصل للعلامة بفكها وبعمل 8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية، خلصنا السطر هرتفع سلسلة وألف الشغل، وهرجع أكرر نفس اللي أنا عملته في السطرين الأولانيين في الغرزة. أول حاجة هشتغل 8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية، بعد كده فوق 5 غرزة منزلقة هيبقى 5 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية، وفوق العمود بلفة هيكون منزلقة والعكس، فوق المنزلقة عمود بلفة وفوق العمود بلفة منزلقة. ولما بوصل لآخر السطر بشتغل 8 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية، وهفضل بقى شغالة بالتبادل سطرين وسطرين لحد ما ارتفع عدد سطور.
انا اشتغلت 31 سطر. اذا عايزة تكبري الحجم عن كده بتزودي عدد السطور. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. والسطر بتاع غرزة الحشو 31. طول القطعة 46 سنتي، والعرض 32 سنتي. اخر سطر عندي في القطعة هيكون سطر غرز الحشو، عشان يكون زي اول سطر احنا عملناه، يكون اخر سطر برضو غرز حشو. هرتفع سلسلة وهشتغل 61 غرزة حشو في الحلقات الخلفية. هفك بقى خلاص العلامة، مش عايزاها تاني. هكملهم 61 غرزة حشو في الحلقات الخلفية. هفوت شوية خيط وبعدين افصله. ده كده هيكون الوش بتاع القطعة. انا هقلب القطعة بتاعتي على الظهر بتاعها عشان هقفل الجنبين من جوه، وبعدين هبقى اقلب القطعة. هشبك الخيط اللي هنقفل بيه ده في ابرة تنظيف. هحط كده الجنبين قدام بعض وهبتدي اقفل بإبرة التنظيف. هروح لأول غرزة في الحلقة دي مع الحلقة دي في الجنب اللي قدامها واسحب الخيط، واكرر الحلقة دي مع الحلقة دي في الجنب اللي قدامها واسحب الخيط. وافضل شغالة بطريقة التقفيل دي لحد ما اخلص الجنب كله. ولما بقفل الجنب كله بمشي كده بالخيط شوية تحت الغرز وبعدين بفصله. هقفل بقى الجنب التاني. الخيط بتاع التقفيل ده هشبكه في إبرة التنظيف وبعدين هحط الجنبين قدام بعض.
وهقفل الجنبين بنفس طريقة التقفيل بتاعة الجنب التاني. ده كده شكل تقفيل الجناب، وده شكل الشنطة قبل ما اقلبها على الوش بتاعها. شكلها تحفة. هبتدي بقى اقلبها على الوش بتاعها. كده خلاص انا خلصت جسم الشنطة بتاعتي، والحجم بتاعها من جوه حلو قوي. وعشان اعمل اليد هعمل عقدة بداية، وهشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وبعدين هرجع تاني لعقدة البداية وهدخل جواها وهعمل غرزة منزلقة، وبعدين هشتغل على ال3 سلسلة دول 3 غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية دي. كل حلقة كده قدامي هدخل فيها وهعمل غرزة منزلقة بس. وهي دي طريقة اليد، كل حلقة قدامي بدخل فيها وبعمل غرزة منزلقة، بدخل في الحلقة دي واسحب خيط واعمل غرزة منزلقة واللي بعدها بس. هفضل بقى شغالة بالطريقة دي، كل حلقة تقابلني بدخل كده فيها وبعمل غرزة منزلقة لحد ما ارتفع لطول اليد اللي انا عايزاه. هعمل غرزة منزلقة في كل حلقة تقابلني لحد ما اوصل لطول اليد اللي انا عايزاه. فضل شغالة لحد ما وصلت لطول 50 سنتي. هفصل بقى الخيط والخيط الزيادة وانضفه جوه اليد. هركب مغناطيس واركب اللوجو. تقدري تركبي اكسسوار تفضليه. وفي الجنبين هركب حلقتين سهلة الفتح وهركب فيهم اليد. شنطة من احلى واسهل الشنط اللي هتعمليها، والنتيجة بتاعتها روعة. اذا في اي حاجة انا مقلتهاش في الفيديو هتلاقوها موجودة عندكم في صندوق الوصف. اذا وصلتي للدقيقة دي ما تنسيش تعملي لايك وشير، اكتبي لي كومنت عرفيني بتشوفيني من اي مكان وايه رأيك في الشنطة. واذا ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك عشان في حاجات جامدة جاية. واستنوني بفيديو جديد.